ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هعمل لكم تناية نتني بقى الحديد دي، هتكون موجودة عند اي حد في الورشة، حداد اي حد. انا طبعا بحتاجها في شغلي لان انا بصنع حاجات وبحتاج اتني الحديد ده. هنعمل لكم تناية بسيطة خالص، مش مكلفة ولا متعبة. هنجيب زاوية زي دي، زاوية مثلا لو يكن 4 مللي او 5 مللي. زاوية تعملها دي 12 سنتي، لو 15 ماشي 10 ماشي مفيش مشكلة، مش هتفرق كتير يعني. القطعة دي انا لاقيها في الخردة تقريبا بتاع بقل او حاجة في عربية اهي، هنستغلها في التناية دي. القطعة دي لاقيها في الخردة اهي، هنستغلها ونعملها تناية. هنجيب حتة ماسورة زي دي، حتة ماسورة زي دي، بحيث اللي دي تخش فيها كده، بحيث اللي دي تخش فيها كده اهي. هنقطع منها لو يكن مثلا 3 سنتي مثلا، هنقطع منها 3 سنتي. هنجيب 4 بليات زي دول او 3، وهنجيب مثلا مسمار زي ده، هنحط فيه البلي كده على مقاس البلي بالظبط، وهنربط صامولة من فوق عليهم. هنجيب حتة حديدة زي دي لو يكن مثلا 10 مللي، تكون محملة معانا شوية. دي مثلا 22 سنتي، هنقسمها نصين. هناخد 11 سنتي وهنقسمها طبعا كده. هنقسم دي نصين وهنلحمهم هنا كده، وهنسيب بينهم فراغ مثلا لو يكن 5 مللي مثلا، او على قد الحديد اللي انت هتتنيه. نخليه 5 مللي 8 مللي، نخليها 8 مللي مثلا. هنسيب في النص هنا حوالي 8 مللي مثلا. هنلحم بقى المقطع ده، نلحمها هنا تبقى واحدة هنا واحدة هنا، يبقى فيه الفاصل ده جوه حوالي 8 مللي 10 مللي حسب الحاجة اللي انت هتعملها. نعملها واسعة مش مشكلة عشان تاخد جميع المقاسات. نعملها مثلا 10 مللي، يعني الحديدة دي 5 مللي اهي، نعملها 10. هنلحم دي، هنقطع دي ونلحمها هنا تمام، وهنقطع دي ونرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم. خلاص احنا لحمناها اهي في الزاوية، اتلحمت في الزاوية اهي، وسيبنا الفاصل هنا في النص اهو، سيبنا الفاصل اهو، عملناه 10 مللي واسعة فيها اهي. طبعا دي حتة الماسورة اللي احنا عملناها على نفس المقاس بالظبط، تخش هنا، تخش برضو ايه يعني محكومة فيها، ما تبقاش مبهواه قوي، على اساس دي هتخش عليها كده اهي، هتمشي جواها زي البلية بالظبط، اعتبرها بلية اهي. ولو عندك بلية كبيرة بالمقاس دي هتبقى كويسة برضو. انا عاملها على جلبة عشان ما عنديش بلية كبيرة. طبعا المسمار لحمناه هنا، دي طبعا ظهر ما بتقبلش الحام، فشحطت لها حتة ماسورة هنا في الايد هنا، ولحمت المسمار فيها. المسمار اتلحم فيها اهو. هنحط بقى فيها البلي لو يكن مثلا 4 بليات او 3 او بليتين عادي. انا بكبر المسافة فوق معايا. هتبقى بالشكل ده كده. هنجربها لكم برضو هي بتتني الحديد. اي حتة ماسورة زي دي احطها فيها كده، اوريكم بتشتغل ازاي اهي. جيب المقاس اللي انت عاوزه، هتربطها على منجلة زي كده اهي.
نحاول نفردها برضو، ممكن تتفرد معانا لو عايزين نفردها. طبعا الحديدة دي محملة شوية. هنفردها برضو نتنيها عادي. ها كده عملت لكم تنايه بسيطه خالص تبقى موجوده عندك في ورشتك. شكرا.